السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هنصمم مع بعض اعلان سوشيال ميديا بخطوات بسيطة هنقدر نوصل للنتيجة ديت. هنمشي مع بعض خطوة بخطوة، فركز معايا وبعدين حاول تطبق عن اللي اتعلمناه في الفيديو ده وتبعتلي على التليجرام. يلا بينا نبدأ. بعد ما يفتح واجهة البرنامج من الثلاث نقط دول نختار مقاسات التصميم ونضغط على أبعاد الصورة، ومقاسات التصميم بتكون 1300 في 1280 بالشكل ده. بعد كده من الأداة الخاصة للخلفية هغير لها من كلر. بعد كده من أداة البزر عشان أرسم الشكل المنحنى بتاعي، وأول ما بنضغط على أداة البزر بيظهر لي نقطتين بالشكل ده. بعد كده بنضغط هنا عشان يظهر لي الضلعين البيض دول وأقدر أتحكم فيهم بالشكل المطلوب، وبكده أقدر أرسم الشكل بتاعي. بعد كده هخلي الخط زيرو وبنضغط هنا عشان نخلي الشفافية 100%، وبنغير اللون بتاعها للشكل اللي احنا عايزينه وهنخليه باللون الأصفر بالشكل ده. بعد كده بنضغط على علامة الصح. بعد كده بروح على علامة الزائد دي واختار أداة الأشكال واختار الشكل المدور ده واختار تدرجة اللون المناسبة. بعد كده بنلاقي الأشكال مرة تانية وبنختار نفس الشكل ولكن بنخليه أكبر شوية وبنخلي الشفافية زيرو وبنزود عرض الخط شوية وبنخلي لون الخط بنفس لون اللون الأصفر. بنظبطه بالشكل ده. بعد كده من أداة الأشكال مرة تانية واختار الشكل المربع الشكل ده، وبنعمله دوران ثلاثي الأبعاد من هنا. بعد كده بنعمله نص 3D ونقلل العمق شوية بالشكل ده. كده التصميم بتاعنا جاهز ان احنا نضيف المنتج بتاعنا، والمنتج بتاعنا يكون هو ساعة. من علامة الزائد دي ونضغط على من المعرض عشان نجيب المنتج بتاعنا. بعد كده بنحرر الخلفية. بعد كده بنروح على ستيكرز ونعمل له شادو ورا الساعة من كلمة الليارات. بعد كده بنعمل لها كوبي مرة تانية ونعمل لها دوران. وهنغير اللون بتاعها إلى اللون الأسود عشان يبقى التصوير حقيقي للمنتج بالشكل ده. بعد كده هنعمل لها شادو أو ظل أكتر عشان تبقى واضحة.
بعد كده بنكتب بيانات المنتج كلها، وقبل ما نكتب بيانات المنتج كلها بنضغط برضو على الاشكال دي عشان نعمل كده شوية شغل، وبنغير الشكل هنا ونختار الشكل ده. بعد كده بنضغط على الاشكال مرة تانية ونختار الشكل ده. ونغير اللون بتاعه. بعد كده بنملي بيانات المنتج كلها كاملة. بنعمل نص هنا ونكتب سمارت واتش. هنخلي سمارت لوحدها واتش لوحدها. وهنختار نروح على فونت ماي فونت ونختار الخط ده. هنختار الخط ده. بعد كده نكتب واتش. بنعدلها هنا ونكتب واتش. بعد كده بنغير اللون بتاعها. وهنخلي اللون بتاعها لون اصفر بالشكل ده. بعد كده هنعمل لها كوبي من قائمة الليارات، وهنكتب 50% اللي هو العرض اللي نازل على المنتج. نعمل هنا تعديل. وبعد كده بنملي بقية البيانات. هنخلي هنا طبعا دي باللون الأبيض. بعد كده بنملي بقى بقية البيانات. بنضغط هنا علامة قائمة الليارات، بنضغط كوبي. بعد كده بنعمل لها تعديل. هنغير اللون بتاعه. ونظبطها ونخليها بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. بعد كده بنملي بقى رقم الهاتف ورقم المنزل او المكان اللي هم بيبيعوا فيه المنتج من قائمة الليارات. وهنعمل الشكل اللي فوق ده كوبي، ونعمل له هنا ونكتب هنا فيه رقم التليفون. نعمل له كوبي مرة تانية عشان نحط فيه اسم المكان. من قائمة من المعرض بنجيب صورة الهاتف والتليفون. بعد كده بقى بنفرغه. بنظبطه بالشكل ده. بعد كده بنروح نعمل نص هنا ونكتب رقم التليفون.
بعد كده بنعمل له كوبي مرة تانية من قائمة الليارات وندوس تعديل، نكتب هنا جيزة ماروتية، بعد كده بنطلع من علامة المعرض دي ونجيب الصورة دي وبنفرغها بالشكل زي ما انتم شايفين كده. بعد كده بنعمل تكست مرة تانية نص ونعدله ونكتب هنا فيه سيل ونخليه هنا بالشكل ده ونخلي اللون بتاعه باللون الاسود ونكتب هنا زد ستور بالشكل ده ونعمله سبيسنج او مباعدة. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده بالشكل ده. وده الشكل النهائي بخطوات بسيطة جدا قدرنا نوصل للنتيجة العظيمة ديت. ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وبس كده، في امان الله.